صباح الفل يا ملك، يا كينج الملوك. اخلص ياض. عملت ايه في اللي كلفتك بيه؟ تمام يا ملك، اللي انت امرت بيه تم، وزمانه دلوقتي الملايكة بتحاسبه. بعت مين يخلص عليه؟ لا، هو السؤال مش كده يا ملك. قول بعت كام واحد يخلص عليه. بعت كام واحد يقتله يا سيدي؟ 15 واحد يا ملك. اتهبل يا ابني، ده انا مكلفك تقتل واحد مش 20. ما انا الخطة اللي كنت راسمها كانت محتاجة 15 واحد يا ملك. خطة ايه؟ اتنيل وقول لي ايه الخطة دي؟ 2 يأمنوا البيت والشارع من تحت يا ملك، وواحد على السلم، و3 يخلصوا عليه. طب كده 6 مش 15. اتهبل يا ابني. ما هو في 6 تانيين عشان ينضفوا ويمسحوا آثار الجريمة، وال3 اللي فاضلين عشان يخفوا الجثة. انت هتشلني يا ابني؟ مسح وتنظيف ايه؟ ما تسيب ام الجثة وامشي. لا مش هينفع يا ملك، عشان الست حنان مراتك ما تتضايقش. انت بتخرف يا ابني، وانا ايه علاقة مراتي بالموضوع؟ أصل أنا قتلته في شقتك يا ملك. ايه؟ انت بتهزر صح؟ لا يا ملك، بتكلم جد. اصل الواد كان غبي، بقول له تعالى الملك عايزك، لقيته جاي لي على شقتك. ولا خطف بقى ولا وجع دماغ. يعني انت قتلته ودفنته في شقتي يا متخلف؟ يا ملك ما تخافش، انا جايب ناس محترفين مش هواه. ودول بقى جبتهم ازاي من غير ما حد يشك فيك؟ اكيد يعني اجرت ميكروباص، مش هطلب لهم اوبر يا ملك. الله يخرب بيتك. وكده يعني محدش هيشك فيكوا؟ ده زمان المنطقة كلها عرفت انكوا طالعين تقتلوه عندي، وكمان الراجل طلع منزلش. ودي تفوتني برضه يا ملك. طبعا جبت واحد من رجالتي يلبس هدومه ونزل يتمشى بيها في الشارع شوية. هو مش شبهه قوي يعني، بس محدش خد باله. يعني اكهرب نفسي بسلك الشاحن؟ انت يا ابني عايز تشلني؟ في يا ملك، هدي اعصابك بس. ابلع 2 جنيه فضة واموت نفسي؟ يا ابني ولع في شقته، سمم له الفلافل، حط له تعبان في قعدة الكبانيه. مش واخد كتيبة ورايح تقتله في شقتي؟ يا ملك بالراحة عليا بس، انا قلت بيتك بسم الله ما شاء الله واسع وهيكفي. هيكفي ايه يا ابني؟ هو انت عامل عقيقة؟ امشي دلوقتي من قدامي، مش عايز اشوف خلقتك. لا مؤاخذة يا ملك، كنت عايز بس 3000 جنيه. وعايز 3000 جنيه ليه؟ عشان عايز اجيب منظفات، عشان الشقة اتبهدلت دم جامد. اصل الواد كان بيفرفر مننا في الشقة من اوضة لأوضة، ما كانش عايز يموت ابن الصرمة. ايه يا ابن كانش فيه مشمع والواد كان تخين. طب اعمل ايه؟